ليلة الأمس كانت منصفة لمن تعب ومن لم يتعب. مش هنرمي المنديل من دلوقتي لأنك لسه متواجد وبقوة في كل البطولات اللي بتاخدها خلال الموسم الحالي، ولكن لابد لكولر أن يراجع نفسه بشكل جيد وأن يتحمل مسؤولياته وأن يدرك أن لا مصلحة لأي شخص أعلى من مصلحة الفريق. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا وسلم على يشفع فيا وفيك، وما تنساش أبدا أبدا الدعاء لاخواتنا الموجودين في فلسطين وفي كل بقاع الارض العربيه ان ربنا ينصرهم وينصرنا على عدو اللي عندهم وعندنا عن قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. وقبل ما ندخل في محتوى النهارده، فللاسف انت بخسارتك لنقطتين امام نادي الزمالك، فانت للاسف رجعت نادي الزمالك من جديد للمسابقه بعد ما كنت قادر ان انت تخلص عليه وتنهي الموسم الكروي بتاعه حاليا بفوزك عليه في مباراة الامس. انت خسرت كمان انك تحقق فوز على الزمالك ما حققتوش بقالك ماتشين او 3 ماتشات على اقل تقدير، بسبب طبعا الرعونة والاداء السيء من مدرب زي مارسيل كولر. مضمون حلقة النهاردة هو تقييم لفريق الاهلي بالكامل على وجه العموم، وتقييم للصفقات اللي جات الصيف اللي فات واللي جات الشتاء اللي فات على وجه الخصوص، وتقييم لمارسيل كولر نفسه على وجه خصوص الخصوص. رقم واحد معايا هو اللاعب جراديشار اللي هو اللاعب الاوروبي اللي جه يلعب في الدوري المصري، والمفروض ان هو كلاعب اوروبي يبقى عنده بعض من التناكة لانه بيلعب في دوري اقل من الدوريات الاوروبيه. لكن جراديشار امبارح هو اللاعب الوحيد بصراحه اللي كنت شايف ان هو بيقاتل بشكل قوي جدا جدا، بينزل يستلم ويسلم من وسط الملعب وفي ثانيه بتلاقيه جوه ال 18 بيوسع مساحات لنفسه ولزمايله للكره اللي جايه. عمل بلبله كبيره جدا جدا في دفاع نادي الزمالك وفي وسط نادي الزمالك في مباراه الامس، وده يديلك ايحاء فعلا ان جراديشار جاي وعايز يعمل اسم ويعمل تاريخ مع النادي الاهلي. رقم 2 معايا وهو اللاعب بصراحه اللي من وجهه نظري الصفقه اللي تعتبر الاسوأ من إدارة النادي الأهلي، وهو اللاعب أشرف داري اللي هو نسخة تانية من ياسر إبراهيم ومن رامي ربيعة، لأن هو زيهم مدافع مش بيقدر إن هو يقدم الكرة لقدام ولا يعمل بيلد اب للفريق، واللي أكيد كان فيه محاولة كبيرة جدا جدا بعد خروج محمد عبد المنعم لاستنساخ محمد عبد المنعم عن طريق أشرف داري في الصيف اللي فات. محمد عبد المنعم اللي خروجه أثر بشكل كبير جدا جدا على الخروج بالكورة من جانب النادي الأهلي وعلى البيلد اب لفريق النادي الاهلي. وطبعا لاعب زي اشرف داري زي رامي ربيعه وياسر ابراهيم، اللاعب اللي بيشوح علشان يفضي مساحه، بالاضافه كمان ان هو ما لعبش ماتشين من اول الموسم على البعض بسبب كتر الاصابات بتاعته، وضيف عليهم كمان انه لاعب مش بيلعب على المساحات الكبيره، ده راجع لطوله الكبير وكمان على تقله في الملعب ان هو مش بيقدر يكون سريع زي محمد عبد المنعم. لكن الشهاده لله، ودي حاجه نشهد بيها ولازم نقول الحق ولو على رقبتنا، أشرف داري بيلعب في الالتحامات الفضائية بشكل مميز جدا. للأسف أشرف داري امبارح كان السبب ويعتبر الرئيسي في الهدف اللي جابه نادي الزمالك للتعادل مع النادي الأهلي، وسبب خسارة النادي الأهلي لنقطتين، لأنه كان قادر جدا جدا ان يمد رجليه ويجيب الكوره يطلعها بره. اللاعب رقم 3 معايا وهو اللاعب مصطفى العش، وهو فعلا اللاعب اللي يعتبر نسخه مصغره من محمد عبد المنعم وماشي في نفس المسيره بتاعته، وبصراحه هو كان الامثل للتواجد في مباراه الامس. وصدقني لو كنا لعبنا بطريقه 3-2-4-1 فصدقني كانت النتيجة ممكن تكون كبيرة جدا جدا على نادي الزمالك، لانك هتضغط نادي الزمالك بشكل مكثف جدا وهتكون آمن من كل المرتدات اللي ممكن تحصل عليك بطريقه بيسيرو اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات. بالاضافه كمان ان الاداء بتاعك امبارح كان هيكون مستقر وهجماتك كلها هتكون منظمه، لذلك كان من السيء جدا بدايه مارسيل كولر اللي هنروح له بعد كده بطريقه 4-2-3-1 المتحوله ل 4-3-3 دونا عن الطريقه اللي بيلعب بيها الماتشات اللي فاتت وهي 3-2-4-1، لانك بطبيعه الحال انت كنت محتاج لاعب مدافع يقدر ان هو يخرج بالكوره ولاعب يقدر ان هو يوزع لعب يمين وشمال، ما كنتش محتاج اكرم توفيق من ناحيه اليمين وهو بيدافع فقط بدون التقدم بشكل كويس وبدون عمل اوفرات بشكل ممتاز، ولا كنت محتاج احمد نبيل كوكا اللي ما ابدعش ولا مره في مركز الظهير الايسر، واللي برضه مستواه متراجع في مركزه اللي بيلعب فيه مؤخرا وهو مركز وسط الملعب. اما اللاعب رقم 4 معايا وهو اللاعب يحيى عطية الله، ربنا يجيبه بالسلامه، واللي انا شايفه بصراحه ان هو حظه سيء جدا جدا مع النادي الاهلي باصابه طويله جدا في مده بقائه مع النادي الاهلي اللي هي سنه على سبيل الاعاره،
والله اعلم النادي الاهلي هيجدد معاه بعد كده ويخلص في اللاعب ويشتريه من ناديه الروسي ولا لا. لكن شهاده حق بالنسبه ليحيى عطيه الله، فيحيى عطيه الله احيا فكره التواجد في الركلات الحره بالنسبه للنادي الاهلي، ان هو يصوبها في اتجاه المرمى، واصبح الموضوع شبه مضمون بتواجد وسام ابو علي ويحيى عطيه الله. اما اللاعب الخامس معايا وهو عمر الساعي، ومش قادر اقول غير كلمه واحده: لماذا نحن هنا؟ رقم 6 معايا وهو اللاعب اشرف بن شرقي، وهو اللاعب الذكي جدا اللي قدر يشيل كل الضغوط من عليه في اول مباراة بالنسبة له، واللي تعتبر مباراة قمة امام فريقه وجمهوره اللي كان بيشجعه سابقا. قدر يشيل كل الضغوط دي من عليه، وكمان احرز هدف وحيا جمهور النادي الاهلي بدون التعدي باي شكل من الاشكال في الاحتفال بتاعه على جمهور نادي الزمالك. بصراحة انا شايفه اذكى بكتير جدا من امام عاشور اللي شال الضغط من عليه في ثانية وقدر ان هو يسجل هدف، وكمان هيستمر، وده مشروع نجم كبير جدا جدا ان شاء الله متواجد مع النادي الاهلي، وهيكون سبب كبير جدا في ذخر الاهداف بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. 2-3 لعيبه ضاغطين عليه امبارح، بيقدر ان هو يعدي بالكوره عادي من خلال عينه اللي فاتحها على الملعب، بيباصيها لزميله ويخرج عن الضغط بكل هدوء ومن غير اي فلحسه ولا اي حاجه. بيقدر ان هو يخرج من الضغط ويكون سبب مؤثر في الهجمات اللي كانت بتحصل من جانب النادي الاهلي في مباراه امبارح مع الزمالك. اما الاخير معانا بقى وهو مارسيل كولر. مارسيل كولر للاسف فقد كتير جدا جدا من شخصيته، واللي متابعني من قبل كده هيعرف ان انا كنت بدافع بشكل مستميت على مارسيل كولر ولا زلت بدافع عنه. ولكن لما اشوفك بتخرب في الخطط واما اشوفك بتخرب في التكتيك، فانا لازم ان انا اتكلم، والمعروف ان انا بقول الحق ولو على رقبتي. مارسيل كولر اللي كان بيفتقد عدد كبير جدا من اللاعبين اللي هو كان سبب في خروجهم من النادي الاهلي، امثال احمد عبد القادر، اليو ديانج، ومحمود عبد المنعم كهربا، وغيرهم من اللاعبين اللي كانوا بيأدوا اداء كويس مع النادي الاهلي خرجوا على سبيل الاعاره او على سبيل البيع ايا كان. وانا جايب امثله معينه، مش كل اللاعبين طبعا، واللي برغم الظروف والاداء السيء قدر ان هو برضه يقف على رجله ويخلي الفريق برضه بينافس في كل البطولات. ولكن برضه ارجع واقول لك ان شخصيه الاهلي هي اللي كانت مسؤوله عن حاجه زي دي قبل تكتيك او فكر مدرب. لكن لما اشوف مارسيل كولر بيعتمد على طريقه جديده وهي 3-2-4-1 ونقول الله دي شكلها حلو، واداء النادي الاهلي اتغير تماما، واصبح النادي الاهلي له اسلوب بعد ما كان واقع من بدايه الموسم ويا دوب بنتعادل مع فرق منتصف الجدول واواخر الجدول. لكن لما تيجي في ماتشات مهمه جدا زي ماتش الزمالك امبارح وتغير الطريقه بتاعتك رغم تواجد الصفقات الجديده، وعندك في كل مركز بدل اللاعب ممكن 2، فتخلي الطريقه بتاعتك 4-2-3-1 وتعتمد على لاعبين ادائهم ضعيف جدا مؤخرا وبعيدين كل البعد عن مستواهم، وتتسبب بشكل رئيسي في التعادل امام نادي الزمالك اللي اصبح بالنسبه لك برضه من جديد منافس في الدور اللي بعد كده من الدوري. بدل ما كنت تخلص على كل امال نادي الزمالك في المنافسه على بطوله الدوري او حتى على المركز الثاني للجوء لدوري ابطال افريقيا، انت كنت سبب كبير بادائك وتكتيكك وتراجعك اللي انا معرفش بصراحه ايه هي اسبابه. هل مثلا احنا كنا بنقول في الاول ان مارسيل كولر بيتراجع في الماتشات خوفا على اجهاد اللاعبين، لكن دلوقتي انت اصبح عندك في كل مركز بدل اللاعب 2، فمفيش خوف على الاطلاق من موضوع الاجهاد ده. وملحوظه صغيره انا لاحظتها امبارح والنادي الاهلي متقدم بنتيجه 1-0 وخلاص المفروض ان الماتش بيخلص وبيشطب، اتفاجئ ان هو عايز ينزل وسام ابو علي وكريم الدبيس، وعايز يطلع لاعب زي جراديشار، وعايز يطلع لاعب زي حسين الشحات. هو حسين الشحات كان سيء امبارح، لكن كان المفروض التغييرات تكون تغييرات دفاعيه. اتفرج على بيسيرو اللي بدأ الماتش امبارح ببدايات دفاعيه، ثم التوجه بعد كده لما دخل فيه هدف بتاع اشرف بن شرقي بدأ ان هو يغير تغييرات هجوميه بنزول مصطفى شلبي ونزول ناصر منسي. بدأ ان هو يعمل تغييرات هجوميه علشان يقدر يجاري فرقه النادي الاهلي، وقد كان وتعادل وقدر ان هو يطلع من المباراه بنقطه تعتبر غاليه جدا جدا على مدرب لسه جاي للفريق بتاع نادي الزمالك ولسه ما اكتشفش كل الفنيات اللي عند اللعيبه ولا الاداء اللي المفروض ان هو يستمر عليه ولا التشكيل اللي المفروض يثبته. فانت كده اديت للمنافس بتاعك الا وهو نادي الزمالك قبلة الحياه للتواجد من جديد في صراع الحصول على بطولة الدوري العام. بصراحة ما فيش اي كلام خلاص تاني يتقال، انا كده شطبت كل الكلام على كل لاعب المفروض واللي كان متوقع منه انه يكون عليه
وكل لاعب فيهم ودانا لفين ودوخينا يا لمونه. وان كان بيدور في دماغك هل انا بفكر في رحيل مارسيل كولر او بقائه وانهي الافضل فيهم، فبصراحه انا بفضل بقاء مارسيل كولر، لان انا عارف ان الراجل ده عنده كوره بشكل كبير جدا، وان خانوا التوفيق فاتمنى الخير الفتره اللي جايه. ولو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، لايك شير كومنت تاج واشتراك في القناه بتاعتنا وفعل زر الجرس عشان تتابعنا كل جديد جاي، ونشوفك على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.